لكن الحياة مش دايما وردية، والعلاقات بالتحديد علشان تثبت قوتها أو تثبت هي حقيقية ولا لأ لازم تختبر، زي علاقتهم اللي مرت بكذا تحدي وكذا اختبار أثبتوا مدى قوتها وصلابتها، وإنهم مصرين على إنهم يواجهوا أي محنة مهما كانت. في عام 2014 تعرض أحمد حلمي لاختبار صعب لما أصيب بورم سرطاني، كانت منى زكي جنبه تمنحه القوة في أشد لحظات ضعفه. ولما تعرضت منى زكي لحملة هجوم كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض فيلم، واعترض بعض الناس على مشهد ليها داخل الفيلم، كان أحمد حلمي أول الداعمين ليها ونشر رسالة على حسابه على تويتر وقال فيها: الموقف ده أظهر مدى التماسك والدعم المتبادل بينهم في مواجهة التحديات والمواقف الصعبة اللي كانت ممكن تهدم أي علاقة لو أساسها مش متين ومش قوي. مرورا بالهجوم اللي تعرض له كمان مؤخرا أحمد حلمي، ومنى كانت أول الداعمين له. النهاردة وبعد أكتر من 20 سنة الحب بينهم بيزداد قوة. منى زكي وأحمد حلمي مش مجرد قصة حب، لكن درس إن الحب الحقيقي ما بيتقاس باللحظات السعيدة بس، لكن بالقدرة على مواجهة تحديات الحياة ومواقفها الصعبة إيد بإيد.